هزيمة مذلة أمام منتخب مغربي كان قوي ربما، لكنه لم يكن بتلك القوة التي يفوز بها علينا بهذه النتيجة، والتي كادت أن تكون أكثر بالنظر للمستوى الضعيف الذي ظهر به المنتخب. إخفاق المنتخب الجزائري أقل من 17 سنة أمام المنتخب المغربي. التعليق والتحليل لا يستند أو لا يرتكز فقط على المباراة في حد ذاتها، لأنه على الورق وفنيا المنتخب المغربي كان يبدو أقوى، بالإضافة إلى ظروف أخرى ساهمت في إخفاق المنتخب الجزائري بسبب الضغوطات اللي كانت مفروضة على أولاد صغار عمرهم أقل من 17 سنة. التبهديلة الكبيرة التي حدثت مع منتخب أقل من 17 سنة، خسارة تلو الأخرى، ومهازل تتواصل في كرة القدم الجزائرية دون أن يتحرك أحد لحد الآن. الانتصار المنتخب المغربي على المنتخب الوطني الجزائري، وكما قالوا لها متعوده، يعني ما هذه واحد الظرف ديال امين، يعني ما تفاجئوش. المفاجاه انا اللي غادي نقولها، صحافه زيكو، الرساله لصحافه زيكو، في راه الدور ديالكم، لانه هذا وليد صادي جا على مهمه وحده يخدم الأ وشاد الوزاره، قال لك زعما من دخلوه الوزاره باش ينافس القجاع، وما قدرش ينافس القجاع لانه الواقع اليوم ما تقدر. ليجون ما كانش، الاوديسات ما كانش، والاوفا ما كانش، يعني خلطه رانا داخلين في حي، الناس قاعده تقدم لقدام. شوف انت U 17 ما كانش، U20 ما كانش، المغرب U 17 داو لاكان، U20 النهائي تاع لاكان، يعني راهم بارتو او في كل الرياضات، راهم مسيطروا على كل الرياضات. أريد أن أذكر وأستوقفكم وأتوقف معكم عند هذا الفشل المستمر والمتواصل في إخفاق المنتخب الجزائري أقل من 17 سنة. مشكل أعمق بكثير مما نعتقد، مشكل أعمق بكثير من لاعبين وخيارات لاعبين ومدرب ومدير فني وحتى رئيس الاتحاد. المغرب مفوق عليكم في مجالات كبيره، هما اليوم فسروا عليكم السلام عليكم يدب سي نورمال، ما جايش تخدم حتى شي حاجه والو، كلوا وشربوا هنيئا لكم، ولكن ساترينها بهذاك المنتخب محرز جا محرز ما جاش كلامنا وصحافه زيكو، وما بغيش تهضر على البيلون ديال كره القدم. من الاخر تبقاو كتشوف المغرب مفوق عليكم في مجالات كبيره. ومش نقول لك يا كولاسه عندهم ايكيب باش تقول ما نجيش ما نبداوش نحطوا الشمس بالغربال ونبداو، عندهم ايكيب، عندهم بون ايكيب. الناس راهي دايره بروجي تاع 10 سنوات، راهم بداو يديو في 17 سنه في 20 سنه فينال، وحنا وين؟ ما كاناش. والله قاعد نشوف، قلت شوف الناس هذيك كيف راهي تدي في الكؤوس، راك فاهم؟ وحنا رانا ما كاناش كاع، ما رانا نلعبوا في والو. الناس هي استحوذت على كؤوس تاع افريقيا ورايحه للعالم، راك فاهمني؟ استحوذوا على افريقيا 17 سنه، استحوذوا على افريقيا 20 سنه في النهائي، استحوذوا على افريقيا 17 سنه، استحوذوا على افريقيا 20 سنه في النهائي. منتخب بالنسبه يستحوذ على افريقيا والاكابر تاعها ماك تشوف وصلوا، وحنا ما كان والو. واقفين مع السنغال اكثر من السنغاليين. فوزي لقجع هو يتحكم بالكاف، طبعا هذه معلومه غير صحيحه. لو يتحكم بالكاف كان جاب البطولات في المغرب. انت عارفين التحكيم والكولسه ولا ليش هذا كله فوزي لقجع؟ انا هذا سؤالي فقط، شو السر؟ اقنعني في الشيء عشان انا اكون في صفك. يعني الرجل يا اخي يخدم ملف بلده، يخدم رياضه بلده، هو صرح بالاساس. انت سمعت مره فوزي لقجع ينتقد الدول المجاوره في حياته؟ والله ما انتقد ولا تكلم بالسلب. مبروك للمغرب، مبروك للمغرب بطولة افريقيا، وهي تستحق وهي الاحق، وها هي العدالة تتحقق، ولو في كرة القدم في واقع يغلو فيه يعني حالة من حالات غياب العدالة في العالم كله بأسره. يعني فلما يبقى في عدالة تتحقق على أرض الملعب أو حتى في الغرف الاتحاد الافريقي، ويعود مرة أخرى البطل الحقيقي ليكون هو البطل الفعلي للبطولة بحصول المغرب على كأس افريقيا في البطولة التي نظمتها في واحدة من اجمل بلدان افريقيا وربما من اجمل بلدان العالم، كما انها واحدة من اهم البطولات تنظيما ومن اجملها تنظيما لا ينافسها الا قليل. يعني تنظيم في المغرب بشهادة الجميع شيئا بديعا ورائعا. لكن المبروك الاهم فعلا في هذه اللحظة هي مبروك عودة الإنصاف للمغرب وبطولته. ايام عيسى حياته تولت، كانت ايام بطولات بالنسبه لبعض المنتخبات، ايام بطولات، وكذلك ايام الايقافات، وكذلك ايام الهدايا. ليش الان الجمهور العربي ذكر عيسى حياته؟ تعرفون ليش؟ الاجابه سهله، لان المغرب خذت البطوله وطلعت اصوات ثانيه تنادي بالسنغال
وهم مش سنغاليين بالاساس، هم واقفين مع السنغال اكثر من السنغاليين، عندهم حزن وبكى وصياح وبرامج رياضيه اكثر من السنغاليين. يحظ السنغاليين فيكم صراحه، يعني يحرصون على دعم السنغال امام هذا الملف للمغرب. انا مش عارف هي المغرب عامله ايه فيك ايه يعني بالضبط صراحه، مش عارف بالضبط يعني. اولا المغرب من اللحظه الاولى اديرت ضده حمله دعائيه عدائيه عدوانيه غريبه جدا، تترصد وتتربص بالتنظيم الذي هو واحد من اجمل تنظيمات كاس افريقيا. فاذا بينا امام هذه الحمله المنظمه والمستشريه والمتفشيه في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر دول عربيه جاره للمغرب، فاحنا قصاد مشهد كان في حاله من العدوان والتربص غريب جدا، واتهامات للتحكيم في البطوله بالانحياز للمغرب من اول لحظه. خد بالك المغرب هي رابع عالم كاس العالم الماضيه، خد بالك هي بطلة البطولات المحلية الأخيرة في إفريقيا، خد بالك هي يعني كانت بطلة العرب، يعني خد بالك إنها من أهم منتخبات العالم، ترتيبها يعني ترتيب يتصدر الدول الإفريقية، ومع ذلك وكأنه التحكيم الإفريقي كان شغال لصالح المغرب، ويقول لك اصل ده يستفز الناس. ايه اللي يستفز الناس؟ وهي المغرب في حاجه الى مسانده تحكيميه؟ واذا كان في مسانده تحكيميه فهل فريق بحجم المغرب ومواهبه وقدراته وانجازاته وعروضه اللي قدمها في البطوله او غيرها، هل في حاجه الى معاونه او عون في مواجهه يعني منتخبات كانت متوسطه الاهميه حتى في بطولات افريقيا او في البطوله الافريقيه؟